زمان كان في أم جميلة، كانت بتحب أولادها قوي، وكانت متعودة إنها تصحى كل يوم عند أذان الفجر، تصلي الفجر وتقرأ شوية من القرآن الكريم، وبعد شوية تقوم وتصحي أولادها وجوزها، تفطرهم وتعمل لهم السندوتشات، وينزلوا الأولاد يروحوا المدرسة، جوزها ينزل يروح على الشغل. وفي يوم كانت نايمة تعبانة من شغل البيت ومرهقة جدا، وعند أذان الفجر صحيت وهي مرهقة، صلت الفجر وطلعت على صندرة البيت، ومن كتر الإرهاق راحت في النوم. وبعد شوية صحيت الأولاد ملقوش الفطار ولا السندوتشات جاهزين زي كل يوم. شوية وصحيت الأم ودخلت صحت جوزها وقالت له إن هي تعبانة ومرهقة جدا النهاردة من عمايل البيت، وطلبت منه إنها عايزاه يصحى يعمل هو الفطار والسندوتشات، وكمان عايزاه يقعد معاها النهاردة من الشغل. وفعلا قام جوزها وجهز الأولاد ونزلهم المدرسة، وفضلت الأم واقفة بتشرح لجوزها مكان كل حاجة في المطبخ، وتعلمه ازاي يعمل الأكل وازاي يحضر كل حاجة، عشان هي مش قادرة تعمل حاجة خلاص. وخلص اليوم ورجعوا الأولاد من المدرسة، وفي آخر اليوم دخلت الأم اطمنت على ولادها إنهم نايمين في سرايرهم، وخرجت طلبت من جوزها إن يجيب لها حاجة من الصندرة. وفعلا بيقوم جوزها وهي واقفة معاه ويطلع على الصندرة، وهو لسه واقف على السلم بص في الصندرة لقى مراته نايمة وقطع النفس. بيبص وراه بسرعة لقاها واقفة وبتبتسم ودموعها بتنزل على خدها، وفجأة بتختفي. وساعتها عرف إنها ماتت من أول اليوم، لكن خوفها وحبها لجوزها وأولادها خلى روحها تفضل معاه طول اليوم، عشان تعرفه إزاي يعمل كل حاجة وما يحتاجش لحد.